ممكن حتى بالأوقاف نفسها، هل أحطها بوقف الآبار اللي تعود لي ب 200 مستفيد ولا 2000 مستفيد، ولا أحطها بوقف الاستدامة اللي ذكرناه أنه يغطي مصاريفكم الإدارية، يغطي مصاريف الإدارية الجمعية، فأنت تشارك في كل أنشطة الجمعية. ما في يتيم يكفل، ما في قطرة ماء تشرب، ما في شخص يدخل بالإسلام، ما في قرآن يتلى، ما في أي حركة تصير في هالجمعية اللي أنت مشارك فيها. هذا وايد جايز للمشروع. دكتور تقدر تقول لنا وين واصل على الأقل؟ ما أدري أنتوا بلشتوا فيه صح؟ إحنا بلشنا فيه والحين تقريبا واصلين 5% من المستهدف، متوقع في 2031 إن شاء الله نحقق إن شاء الله الغاية منها. كم المبلغ اللي المبلغ كبير جدا، يعني تقريبا 110 مليون دينار اللي نحتاجه على فرضية أن العائد 5%، حتى أنه يكون عندك 5.5 مليون ولا فالآن واصلين تقريبا إلى 5 مليون دينار هالوقت. تحققت هذه بأي نموذج خيري ولا الشيء تجربة خاصة في جمعية التعاون المباشر؟ بنفس الطريقة لا، لكن الأوقاف عندنا خبرة فيها، وقف اليتيم، وقف التعليم، الوقف الصحي، الوقف العيون، وقف المصاحف، وقف الحج، إفطارات الأضاحي، هذه حققنا فيها نتائج وايد حلوة. لكن ما صار عندنا وقف يغطي المصاريف الإدارية، لأن القرصات اللي جتنا الحمد لله نجينا من عقبها، بس خوفك أنها قرصة أن تنقطع أو تخف التبرعات، وانت عملك عمل تسيير ما هو عمل إنشاءات، فتحتاج لنا. فتتخيل هذا المتبرع اللي بدال ما يستفيد من تبرعه 50 مستفيد ولا 200 ولا 1000، يستفيد 15-20 مليون بالسنة. أنت خلال 10 سنوات تستفيد منك 200 مليون ما شاء الله. نسمة. ما بي الناس كلهم تروح استدامة عشان ما توقف الجمعية. فإحنا دير بالك الموازنة زينة، الواحد يكون له في كل مشروع بذرة.